السلام عليكم ورحمه الله وبركاته المتتبعين الاعزاء داخل المغرب وخارج المغرب. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم السروال ديال بيجامه، لان السراول راه تبارك الله اللهم بارك راه طلع الاشكال ديال السراول. المهم اليوم غنشارك معكم السروال ديال البيجامه او ديال السيرفيت اللي كيكون مخيط غير من الجناب، اما من هنا تيكون مسدود، يعني من الجهه ديال الجناب تيكون مسدود، تيكون مخيط غير من هذا الداخل هذا اللي هو بلاصه القلب. خليكم مع الفيديو. قبل ما نمشيو سمحوا لي، قبل ما نمشيو للفيديو ديالنا ان شاء الله نديروا الصلاه الابراهيميه وصليو حتى نتوما معايا الصلاه الابراهيميه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. تفضلوا معايا نمشيو نفصلوا ان شاء الله، ناخذوا القياس ونفصلوا ان شاء الله السروال ديالنا. باش ناخذ القياس ديال الباسان، هانتوما كندوروا على هاد البلاصه، على هاد المنطقه ديال الباسان. انا ما عنديش نازل شويه، كنوضع يديا هكا من هنا، كنوضع يديا هكا وكناخذ السنتيم ديالي. انا ما سحكمتش، المهم كندير هكا وكندور على اللباسه ما كنخليش السنتيم مرخوف، كنخليه عادي، ما مزيرش ما واسعش. وهذه الطريقه كتعطيني السروال ما هو مضيق ما هو واسع. علاش؟ لانه السروال فيه انواع، كاين كولون، كاين السروال ديال الصاله، كاين السروال ديال البيجامه، كاين السروال ديال شارلي، يعني كاين بزاف ديال السراول. الدرس ديال اليوم غادي نطرقوا للسروال ديال البيجامه ولا سيرفيت، يعني ما واسعش بزاف وفي نفس الوقت ما مضيق بحال الكولون. المهم ما كناخذوش السانتوره لان نديرو فيه لاستيك، ما عندنا ما نديرو بالسانتوره، كناخذ غير الحوض ديالي والطول ديال السروال والبالمان. طبيعه الحال كل واحد اشنو تيبغي. بالنسبه للطول ديال السروال، بالنسبه لهنا راه قلت لكم تناخذ هاد البلاصه هادي، تندير يديا في الباسه وكندير هاد البلاصه اللي كناخذ منها القياس ديالي. وبالنسبه للطول ها منين كناخذو من البلاصه اللي كنحزم بها، كندير مثلا هذا هو الحزام ياك، وكنحط السنتيم ديالي هنايا وكنشوف الزبونه ولا المعني بالامر اشنو بغى، واش بغاه طويل واش بغاه، المهم حتى الاسفل ديال الركبه عفوا حتى القدم ولا اللي بغى شي حاجه، المهم حسب الزبون. هذا هو طريقه اخذ قياس السروال. كي قلت لكم هذا سروال ديال البيجامه ولا ديال السيرفيت، ما عندي ما ندير بالسانتوره وما عندي ما ندير بالركبه، عندي غير الباسه وعندي الطول وعندي البالما اللي هو شحال بغى الزبون ولا زبونه في الكم في البالما ديال السروال ديالو. بسم الله على بركه الله، نبداو في الصلاه ديالنا ان شاء الله. عندي الباسه يعني الحوض، عندي الطول ديال السروال، عندي البالما ديال تحت يعني شحال بغيت في الدوره ديال تحت، عندي خط طول الركبه واخا ما شديتوش معكم في سميتو، حيت ماشي ضروري الحقيقه، ممكن ما نديروه كاع لانه السروال ديال السيرفيت، ولكن كنشدو من الحزام حتى للركبه ديالنا عندي فيها 54. اول حاجه هاد الثوب ديالنا فيه 75، انا ما متنياش على جوج، ولكن راه الثوب فيه متر ونص في العرض، غادي نتنيه على جوج غادي تعطيني 75. غادي نخدموا على 75 وإلا تنيناها هي متر ونص، إلا تنيناها غتعطيني 75. اول حاجه غادي نحسبوا 4، هاد 4 سنتيم الفوقانيه اللي بغيت نعتبر اللي بغيت نحسب دروك تتكون عندي في الخلف 4 سنتيم، ها هي. من بعد كنزيد 3 سنتيم ديال لاستيك، 3 و3 هي 6، 3 ديال الثنيه و3 ديال اللاستيك هي 6. هنا 4 سنتيم ديال الخلف وهنا 6 ديال اللاستيك. كنطراسي هادو هكا من بعد كنحسب واحد 4 سنتيم ديال القعده ديال الامام، هذا 4 سنتيم ديال القعده، ها هي الامام، هاي
وعندي البسان. هنا ما شديتش السانتوره لان ما عندي ما ندير بالسانتوره، لان السروال ديال لاستيك ما عندي ما ندير بالسانتوره. عندي البسان كنقسمو على جوج. بما انني درت يديا راه ما غادي نزيد والو، غنزيد غير سنتيمتر الخياطه. 27 زائد سنتيمتر الخياطه هي 28. ها هي. وهنا 4 ديال القاعده. 28 هكا، وهنا 27. هنا راه 27 ماشي 28. هنا فين غادي ندير 28 لان هنا كنزيد سنتيمتر الخياطه وهنا ما كنزيدش سنتيمتر الخياطه. مفهوم؟ المهم بحال هنا درت 4 سنتيم وهنا غادي نطلع ب4 ديال القاعده. 4 كاين اللي كيدير 3.5، انا كندير 4. صافي هادي كنطراسيها هكا. هذا هو هذا الخط هذا اللي تراسيت هنا كننزل به حتى الطول ديالي. الطول كنحسبوه من هذا 6 ديال من هذا من التحت، من تحت 6 ديال لاستيك. عندي 100 غادي نزيد 4 هي 104. 104 ديال الثنيه، يعني 4 سنتيم ديال الثنيه. صافي هاد الشيء راه ما قاعد. غنجيو لهاد الخط هذا كنحسبوا البالمه ديالنا. عندي فيها 16 زائد سنتيمتر الخياطه هي 17. ها فين جات، كنلاقيها مع هذا، مع هاد القاعده هادي. كنجي من هاد النقطه هادي نحسب خط طول الركبه. عندي فيها 54. ها هي فين كاينه. المهم هادشي غير الا تنعبر الركبه ديالي شحال فيها، وممكن ولا ندخل غير بواحد 2 سنتيم من هنا، لان اي سروال ديال السيرفيت هذا ماشي بحال. غندخل واحد 3 سنتيم ولا 2 سنتيم، غندير هي 2. صافي وكنلاقيها مع هذا الطول هذا. وهنا كنخدم بيستولي. انا ما عنديش بيستولي الصغيره، غادي نخدم بيديا. صافي هادشي كله بيتقطع، وهنا بيتقطع. نمشي تنقطع ونرجع لكم ان شاء الله. بالنسبه للخلف ديالنا هانتوما كي كتشوفوا راني ترصيت الامام من هذا الخط هذا، لانه هنا راه تيكون مسدود. الثوب ديالي تيكون من هنا مسدود. كنجي هاد 4 ها هي قطعتها من الامام، ولكن الخلف غادي نخليها من هاد النقطه ديال الامام. كنجي كنلاقيها مع الخلف. ها هي. هنا كيبقى كل شيء هاد السطر هذا هكا. كنجيو لهاد البلاصه باش نلقى هاد القاعده ديال الخلف. كنقول البسام مقسوم على 8. البسام مقسوم على 8 يعني البسام مقسوم على 8 غتعطيني هنا 7 سنتيم. كنجي كنحسب 7 سنتيم هنايا. ها هي فين كاينه عندي هنا. من هاد 7 سنتيم كنزل بواحد سنتيم ولا سنتيم ونص، كل واحد اشنو كيدير. انا كندير حقا سنتيم. كنجي كنلاقيها مع هذا. هاهي سنتيم ونص. وهنا بطبيعه الحال كيجي عادي، وممكن كاع نقصوا منه، ولكن بالنسبه للسروال ديال السيرفيت ولا بالنسبه للسروال ديال البيجامه ماشي مشكل. كنجي لهاد خط طول الركبه، هاد الخط هذا كنزيد واحد 2 سنتيم هنايا، 2 سنتيم. وكنزيدها عاوتاني هنايا 2 سنتيم. كنلاقيها هكا. دروكا باش نطرسي الخلف كنطرسي على الامام. ها هي هنا. يا اما ندير بيستولي. انا البيستولي الصغيره ما عنديش، ولكن البيستولي الكبيره بطبيعه الحال راه عندي. كنجي كنطرسيه بيديا. كنديرها هنا. من هنا لهنا كنزلو بواحد سنتيم ولا سنتيم ونص اللي بغيتو. لما باقي كيطلع هكا غادي نقطعو
السروال ديالنا معاكم. السروال ساهل، اسهل ما يكون، ما فيه حتى شي تعقيدات ولا شي حاجه. كنجيو الامام ديال الخلف كنقطع على الامام. ها هو السروال ديالنا، ها الامام ها الخلف. السروال ديالنا ها هو. بالنسبه للخياطه كنجيو نخيطوا هاد الجهه. اول حاجه كنخيطوا هادي مع هادي، احنا نديروا ليها هكا. طبيعه الحال دائما كنخيطوا على القفا. سنتيم ديال الخياطه راه ديجا حطيناه، ونجيو عاوتاني للخلف ونديروا سنتيم ديال الخياطه. نقلبوا السروال ديالنا، المهم بلاش ما نقلبوش. اليوم بما ان خيطنا السروال ديالنا من هنا ومن هنا، بالنسبه لهنا راه غيكون لاستيك، بالنسبه لهنا غادي نديروا ليه هكا صافي، وغادي نخيطوا طبيعه الحال هنا مع هنا باش يجينا مقاد القاعده مع القاعده، وغادي نخيطوا. المهم هاد الدوره هادي هكا، ولكن نجيبوا القاعده مع القاعده هكا. نمشيو هاك باش يكون السروال ديالنا دائما الخلف راه تيكون كبر من الامام، سواء في القاعده سواء في الجناب بواحد شويه. شفتوا هذا اللور؟ الا لاحظتوا اللور ديال السروال ديال البيجاما ولا ديال الصاله ولا اي حاجه، الا لاحظتوا راه اللور دائما تيكون كبر من الامام. هذا هو السروال ديالنا. ان شاء الله يكون الدرس مفهوم وواضح، واللي بغى شي تساؤل مرحبا به والف مرحبا. بالنسبه للسروال بالنسبه لشي حاجه اخرى، المهم كل حاجه كتجي في وقتها. ما يمكنش الانسان يقول لي دير واحد الحاجه ونديرها في البلاصه، لانه راه الظروف وداكشي. واسمحوا لي ولا الفيديو المقبل ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.